أراد الدنيا وأراد الله له الآخرة. دخل الإسلام بسبب رقاصة، وبعدها هنته قدام الكل وضحكت عليه كل اللي موجودين وطردته. أسرار من حياة الكومبارس شلازيمو، وسر اسمه، وكيف كانت نهايته الأغرب من الخيال على جبل عرفات. الفنان شلازيمو اتولد في بني سويف، وكان واحد من أشهر الكومبارسات في أفلام الأبيض وأسود. وبسبب ملامحه الحادة والقاسية حصروا المنتجين في أدوار الشر، بالرغم من إنه عكس كده تماما. وكان معروف عنه الطيبة والجدعنة وخفة الدم والقلب الصافي اللي كان بيواجه إهانة الجمهور ليه بصدر رحب. شلازيمو ده كان اسمه الحقيقي مش اسمه مستعار، واتقال إن السبب في اسمه ده هي التقاليد المصرية زمان اللي كانت بتسمي أسماء غريبة عشان في اعتقادهم إنها بتمنع الحسد وبتحافظ على أولادهم. شلازيمو بدأ مسيرته الفنية بعد ما اكتشفوا أنور وجدي في 1947، وقدمه لأول مرة للجمهور في فيلم قلبي دليلي، وبعدها شارك في أكتر من 20 فيلم. بدأت قصة شلازيمو بعد ما كان في قمة مجده، اتعرف على الرقاصة زينات علوي، وبعد فترة ابتدى يعجب بيها جدا وتحول الإعجاب لحب. ومع الأيام شلازيمو قرر يعترف بحبه للرقاصة زينات ويطلب منها الجواز. ولما سمعته زينات ضحكت بصوت عالي وقالت له للأسف ما ينفعش، لأن أنا مسلمة وإنت مسيحي. ابتسم لها وفهم إنهم بيتبادلوا الإعجاب، لكن معضلته الوحيدة هي إنهم من ديانات مختلفة. ففكر شلازيمو وقرر تاني يوم يروح الأزهر ويدخل الإسلام ويتقدم لها من تاني. وبعد ما عمل كده فعلا راح لها وطلب إيديها من جديد، لكن اتفاجئ من رد فعلها وصوتها العالي قدام كل اللي موجودين. قالت له بقى أنا زينات علوي اللي بيجري ورايا رشدي أباظة أتجوز كومبارس زيك أنت؟ اتصدم شلازيمو ودخل في نوبة اكتئاب شديدة، وقرر اعتزال الفن والناس. وفي فترة اعتزاله عن كل اللي حواليه بدأ يفكر في الدين الجديد اللي اعتنقه بهدف الجواز من رقاصة، وبدأ يقرأ عنه أكتر ويسأل فيه أكتر، والتزم في صلاته بالجامع، وبقى حديث الوسط الفني كل وقتها. وكان في أحد اللقاءات اتسأل عن أمنيته في الحياة، فرد نفسي أحج لبيت ربنا. ولما سمع الفنان القدير عماد حمدي بأمنيته اتكفل برحلة حج ليه بشكل كامل، وكمان راح معاه وكان معاهم مجموعة من الفنانين. وهناك طلع شلازيمو على جبل عرفات، وبعدها جه السر الإلهي وتوفى واتدفن هناك.